اليوم علماءنا الأجلاء تحدثوا فقط عن جهاد الدفع، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني بحس الواحد أنه لازم دائما يكون مؤدب، ما يجيش في حدا ولا يرفع سلاحه في وجه حدا، إن حدا اعتدى عليه بنعتدي، ما عدا ذلك خلاص سلمية. لا، هناك ادعوهم إلى 3 خصال، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إسلام، جزية، فاستعن بالله وقاتلهم بدون ما يقاتلوك، قاتلهم فاستعن بالله وقاتلهم. فليسمعها العلماء، فاستعن بالله وقاتلهم. متى؟ عندما يقاتلونك؟ لا، عندما عندما يرفضون دخول الإسلام ويرفضون دخول تطبيق دفع الجزية، تمام؟ عندها لا معنى لبقائهم متنعمين في هذه الحياة الدنيا يأكلون من مال الله ويكفرون به، لا، غصب عنهم منا نخضعهم لسلطان الله ولا نكرههم في الدخول في دين الله. يعني أنت انظر إلى قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هم ماذا قالوا؟ قالوا لا إكراه في الدخول، أما الخروج في إكراه. حتى هذا التفسير غير السليم. تعال نضع هذا التفسير ولنقارن هذا التفسير غير السليم مع الرواية التالية في صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حديث ثاني أيضا في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني هذه الرواية ضعها في ميزان القرآن الكريم. أولا ليست صحيحة، هي في صحيح البخاري، في صحيح مسلم بفكر حضرتك. نعم صحيح. عشان بس يعني كيف أقارن بين هذه الرواية؟ بتنكر هذه الأحاديث. هذه الرواية أنا ليست القضية أخي علاء، ليس قضية أن ننكر أو نقر. يعني ضع هذه الرواية، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بي وبما جئت به. طيب أين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني كيف أقارن أنا بين هذا النص القرآني وبين هذه الرواية؟ هذا من جهة. من جهة أخرى لا إكراه في الدين، قالوا لا إكراه في دخول الدين، أي هذه الرواية تكره على دخول الدين. يعني هذا ما أريد قوله. في هذه الرواية نرى إكراها واضحا على دخول الدين. طب هقول لك يعني نعم. فكرة اتقالت في تأويل الأحاديث النبوية الشريفة. نعم. قيل أن مش مقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نعم. يرفع السيف ويروح للناس. نعم. لكل واحد يحط السيف على رقبته ويقول له هتقول لا إله إلا الله وتؤمن بيا ولا أقتلك. نعم. لا، ده كلمة الناس هي كلمة السر في الموضوع. نعم. الناس المقصود بيهم الناس اللي بيقاتلوا الإسلام وعايزين ان هم نور الإسلام ما ينتشرش وبيحاربوه. دول ان هم اللي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتلهم مش عشان هم يسلموا، عشان إظهار كلمة الحق ويبقى هم عصموا يعني نفسهم بأنهم خرجوا نفسهم من باب العداوة للإسلام. أخي علاء، أنا أمامي نص، النص يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذه التفاسير والتأويلات هنا المشكلة. يعني يأتون إلى النص في الرواية ويقومون بتأويله بتأويل لا يحمله لا من قريب ولا من بعيد. كلمة الناس معناها الناس. لماذا لا يوجد في الرواية مقطع يخصص الناس الذين يحاربون مثلا إلى آخره؟ أنا أمامي نص. يعني يجب أن نفهم النصوص على ما هي صياغتها اللغوية تماما. يعني يجب أن لا ندخل أيدينا في جيوبنا وأن نخرج عبارات وأن نضعها للنصوص، سواء النصوص القرآنية أم نصوص الروايات. العبارة واضحة، أمرت أن أقاتل الناس، فيش تخصيص. طبعا الرواية ليست صحيحة، الرواية أنا من رأيي ليست صحيحة رغم ورودها في صحيح مسلم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا كلام الله تعالى الذي حفظه. قارن هذا الكلام المطلق لله سبحانه وتعالى وهذه الرواية وأنت أحكم. أما أن آتي وأقول كلمة الناس لا تعني الناس أو تعني جزءا من الناس،
أين هذا التفسير في صياغة هذه الرواية؟ هذه مشكلتنا مع تفسيرهم للروايات. يقومون بتفسير رواية بتفسيرات لا يحملها النص لا من قريب ولا من بعيد، يعني كمحاولة لتخريج الرواية. يا أخي الرواية هي عبارة عن نص تمت صياغته بقالب لغوي، نفهم الرواية حسب صياغتها اللغوية. ما هي الصياغة اللغوية؟ نحن نفهم الرواية. هذه الرواية هكذا تقول، أنا أقول هذه الرواية نعم تتنافى مع النص القرآني بشكل كامل. طيب حضرتك كنت بتفسر الآية إنه الدخول نعم ما فيهوش إكراه، لكن الخروج هو اللي فيه إكراه. هم قالوا كده. نعم. نحن نقول لهم حتى هذا التفسير الذي أنتم تقولونه كيف توفقون بين تفسيركم هذا وبين هذه الرواية؟ هذه الرواية المفترى طبعا يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني من لم يؤمن بنا وبما جئنا به دمه وماله وعرضه مهدور. يعني هل يعقل هذا الكلام؟ هكذا يقول نص الرواية. أنا لا علاقة لي بالتفسيرات التي يؤتى بها من الجيوب. الرواية يعني اقرأها على أي إنسان يعني يملك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية يفهمها هكذا. هذه الرواية بهذه الصياغة نعم تصطدم مع النص القرآني. دائما هم يلعبون على وتر تغييب العقل. لذلك أنت انظر إلى الأمة، يعني يريدون الشارع أن يكون في حالة غيبوبة مستمرة، لأنه إن لم يكن في حالة غيبوبة سيكتشف أن هذه الروايات موضوعة. دائما يلعبون على الوتر العاطفي، يتهمون كل متدبر وكل باحث في كل زمان وكان بالخروج على السنة، ربما بالكفر، ربما بالزندقة، يتهجمون عليه شخصيا، يحاولون أن يطفئوا الحقيقة قبل أن تولد في كل زمان ومكان. يعني لو فعل العقل، طبعا فعل العقل تحت ظلال كتاب الله سبحانه وتعالى. عندما نقول فعل العقل لا نعني أن نتجاوز كتاب الله تعالى سبحانه وتعالى كما يكذبون هم علينا. نحن نقول لهم كتاب الله تعالى هو المعيار، والعقل هو خادم. العقل هو خادم لكتاب الله سبحانه وتعالى. كل شوف ومضة نور يمكن أن تولد من رحم أبناء هذه الأمة، يقومون بإطفائها قبل أن تولد، يقومون بوأدها قبل أن تولد، بالتكذيب والتلبيس والافتراء. الولادة الحقيقية ليست هي التي تخرج بها من رحم أمك جسدا. الولادة الحقيقية هي التي تخرج بها من أرحام الآباء فكرا وعقيدة باتجاه نور الحق. نحن نبين الحقيقة لمن يريد فهم الحقيقة، من لا يريد فهم الحقيقة هو حر.